عارفين مين هي الست الشاطرة؟ مش هي الست اللي وقفت في المطبخ بالست ساعات، ولا هي الست اللي قعدت تنظف في البيت بالأربع خمس ساعات. في ست تانية بقى كانت أذكى منها، وفي خلال دقايق عملت حاجات ما عملتهاش ست واقفة 12 ساعة على رجليها في البيت. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بما اني طالعه لكم بقى النهارده قلت هتكلم معاكم في اكتر طلب مني الفتره اللي فاتت. والفتره اللي فاتت دي مش فتره صغيره، يعني هي من فتره كبيره. بس معلش سامحوني على التقصير وعلى التأخير. ان شاء الله هحاول اعوضكم الفترة اللي جاية. رغم كمان ان الفيديو النهاردة مش هيكون فيديو عملي فيه بقى غسيل مواعين ولا تنظيف ولا صابون ولا رغاوي ولا الكلام ده كله، ولكن انا متأكدة ان الفيديو ده اهم بكتير من فيديوهات تانية احنا عملناها، ويعتبر من اهم الفيديوهات يعني، لانه هيبقى فيه حل لمعاناة انا كنت بعانيها، وفي نفس الوقت انا متأكدة وواثقة ان في كتير منكم بيعاني نفس المعاناة دي. فقبل ما نبدأ الفيديو هفكركم كده بحاجة. من فترة، يعني من حوالي سنة، انا عملت معاكم فيديو وكنت بكلمكم كده عن بعض النقط اللي بحب اعملها في يومي، والحاجات اللي فعلا يعني مش بقدر استغنى عنها، والحاجات اللي هي بتأثر فيا جدا لو سبتها او أثرت فيها. من الحاجات اللي هي الجميلة جدا جدا كانت التدوين. دي كانت نقطة من ضمن النقط اللي كانت في الفيديو. والتدوين قد ايه يعني هو حاجة مهمة جدا وحاجة مفيدة جدا، ولو حد مش متعود على التدوين اللي هو مثلا الكتابة، يعني ان انت تكتبي حاجات انت نفسك تعمليها، او ان انت تخططي ليومك، تخططي الاسبوع اللي جاي، تخططي للشهر اللي جاي، ان انت تكتبي عن الحاجات اللي انت كنت مقصرة فيها حابة ان انت تعدليها. يعني الكتابة عموما، الكتابة حاجة كويسة جدا، وبتفرغ الحاجة اللي في دماغك، وبتخليكي ان انت الدوشة الكتير اللي في دماغك دي ان انت تتخلصي منها يعني. فالتدوين كان من الحاجات اللي فعلا انا بحبها قوي ومتعودة عليها يمكن من صغري يعني. طيب، كنت بكلمكم عن التدوين، وكنت بقى بوريكم الدفاتر اللي انا كنت بكتب فيها في الفترة دي. ففي حاجة كده في اخر الدفتر، انا دايما في اخر الدفتر كده بكتب الحاجات اللي هي المهمة قوي. يعني لما تكون عندي حاجة مهمة انا عايزة اوصل لها، او عايزة يعني اللي هو مش عايزاها تضيع مني كده في وسط الدفتر، بكتبها كده في اخر صفحة في الدفتر، بحيث ان انا ارجع لها على طول، او لو حاجة بحتاجها يوميا يعني. ففي جدول انا كنت عاملاه في الاخر وكلمتكم عنه، قلت لكم ده اهم 13 حاجة انا بعملهم في يومي. وساعتها انتوا يعني استغربتوا يعني ايه اهم 13 حاجة دول اللي انت بتعمليها في يومك، وبدأتوا ان انت تكتبوا لي كلمين عن الموضوع ده. الموضوع ان انا في فترة من الفترات، مش في فترة، يعني على طول انا كنت دايما بحس بالتقصير، رغم ان انا كنت بسعى جدا ان انا يعني كنت بشتغل في البيت كتير جدا، بشتغل على نفسي وبشتغل في البيت ويعني بسعى دايما، وبحاول ان انا يعني اوازن واعمل كل حاجة، واصل رحمي وازور قرايبي واعمل كل حاجة في البيت مطلوبة مني. ولكن اخر اليوم كل يوم كنت دايما بحس ان انا مقصرة، كنت دايما بحس ان في حاجة، لا في حاجة ناقصة، انا النهاردة نسيت كذا، النهاردة ما عملتش كذا. المشكلة بقى انه التقصير ده كان فعلا بيبقى تقصير، ما كانش بيبقى مثلا اللي هو انا بلوم نفسي او بجلد نفسي وخلاص، لا هو فعلا كان بيبقى تقصير، لانه كان بيبقى في حاجات مهمة جدا. فعملت فكرة ان انا اكتب الحاجات دي كلها اللي انا دايما بأثر فيها دي، اكتبها واعمل جدول ويعني كتبت عليه كده تقييم الاسبوع، وان انا الحاجات دي اللي هي اهم الحاجات اللي انا لازم اعملها في يومي، ما ينفعش يعدي اليوم من غير ما اعملها. ليه كمان وليه 13 حاجة وليه حاجات كتير قوي محملاها فوق طاقتك؟ لا هي مش حاجات فوق طاقتي، انا عايزة اقول لكم ان الحاجات دي فيها حاجات بتتعمل في نص دقيقة، نص دقيقة، وكنت بأثر فيها. واكتشفت ان احنا في حاجات مهمة قوي وحاجات ما بتاخدش وقت خالص وممكن نأثر فيها، والحاجات اللي هي بتاخد وقت طويل احنا ممكن نقضي ساعات في المطبخ بنعمل أكلة، وممكن في الآخر ننسى ان احنا مثلا انسى اخد العلاج مثلا اللي هو مهم جدا.
والعلاج ده هيتاخد في نص دقيقة. ممكن ان انا المطبخ مثلا اقعد فيه بالساعات وما صليش فرض مثلا عليا. الفرض ده كان هيتصلى مثلا، يعني هتوضى وهصلي في ربع ساعة تلت ساعة، وانا ضيعت قد ايه وقت في المطبخ. رغم يعني في الاخر ببص كده الاقي ان الفرض كان اهم. لو ما كنتش طبخت في اليوم ده خالص كان بالنسبه لي كان اهم ان انا اصلي فرض ربنا، وان انا ما اسيبش الفرض، وان انا عملت حاجه كده يعني ضيعت وقت كبير قوي. وفي الاخر انا عملت اللي مش مهم، عملت اللي ممكن يتعوض، لكن الصلاه والفرض ده ما كانش هيتعوض. ففي حاجات مع الوقت لقيتها ان هي مهما عملنا ان الحاجات دي مش هتتعوض. ما ينفعش مثلا ان انا اجي اخر الاسبوع اقول انا هصلي الفروض كلها مره واحده، او اجي اخر الاسبوع اقول انا هاخد العلاج بتاعي بتاع الاسبوع كله مره واحده. بس ينفع ان انا اعدي يوم وما اطبخش، وينفع ان انا اعدي يوم وما روقش البيت. ينفع ان انا يعني الحاجات دي بيبقى ليها بدايل. ينفع ان انا ممكن اطلب مساعدة من حد. ينفع ان انا اشتري اكل من بره، لكن مش هينفع اخلي حد يصلي بدالي الفرض. مش هينفع ان انا اخلي حد ياخد بدالي العلاج. وحاجات كتير بقى هقولها لكم دلوقتي، وليه كانوا 13 حاجة، وهل انت مطلوب منك تعملي 13 حاجة في اليوم ولا ايه بالظبط. فتعالوا كده نتكلم مع بعض. لو انت بقى عندك تقصير في حاجات معينة وانت مش عارفة تعالجي التقصير ده، هتعملي ايه؟ هتجيبي كشكول. هاتي كشكول وخصصيه للموضوع ده، يعني بلاش ورقة وبعد كده تضيع مننا او كده، لا هاتي كشكول للموضوع ده. يعني ويستاهل ان انت تعملي له دفتر كده، ودفتر مخصوص ليه. وبعدين هتجيبي بقى تعملي جدول بعدد ايام الاسبوع، وهتكتبي فوق كل الحاجات اللي انت عايزة ان انت تعدليها، او يعني تعالجي التقصير فيها. وهتبداي ان انت هتكتبي طبعا. هما ليه كانوا 13 حاجه عندي وليه انتوا شفتوهم ان هما كتير؟ لان انا كنت كاتبه مفصله كل حاجه، يعني مفصله اللي هو ايه، الصلاه مش كاتباها الصلاه وخلاص، لا انا كاتبه صلاه الفجر، صلاه الظهر، صلاه العصر، صلاه المغرب، صلاه العشاء. فانا كاتبه الخمس صلوات. ليه بقى؟ لان انت هتيجي في اخر الاسبوع كده وتشوفي لو انت مقصره في صلاه معينه كده، هتشوفي هي ايه الصلاه اللي انت مقصره فيها. يعني انا دايما كان عندي تقصير كده في صلاه الظهر. فطبعا لقيت ان انا علشان ببقى مشغوله مثلا في الوقت ده في المطبخ، فممكن الظهر اقصر فيه. فقلت لا، يبقى انا بعد كده احاول ان انا اخد بالي ان انا اول ما الظهر يدن اصليه في وقتها على طول، لان علشان ما اديش فرصه للشيطان ان هو يضحك عليا. فكونك ان انت تفسري كده، ما تكتبيش الصلاه وخلاص، ده هيخليكي تاخدي بالك قوي من نفسك انت بتأثري في ايه بالظبط وبتأثري ليه. تمام. فانتي هتكتبي زي كده اللي هو ايه الصلاة بتاعتك لو عندك تقصير فيها. يعني احنا بنكتب دلوقتي الحاجات اللي احنا عايزين نعالجها. تمام. عندك مثلا انتي بتنسي تقولي اذكار الصباح واذكار المساء، اكتبي قولي اذكار الصباح، اذكار المساء. عايزه مثلا تتعودي على عاده جديده ومش عارفه، اكتبي ان انتي مثلا عايزه تقري سوره الملك كل يوم قبل ما تنامي. عايزة تقولي مثلا ورد من ذكر معين، تكتبي ده. هقول 100 مرة مثلا، هقول 1000 مرة، هقول 1000 مرة صلاة على النبي، هقول مثلا 1000 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، هستغفر. اكتبي الحاجة اللي انت عايزة تعمليها، اللي انت عايزة تتعودي عليها كل يوم. وكل يوم لازم قبل ما تنامي على طول علامة صح. الموضوع ده فادني كتير جدا، لان انا لما جيت كمان يعني العلاج بتاعي كنت بقى يوميا بفتكره بالجدول ده، اللي هو لما اجي انام لو في علاج انا ما خدتهوش بفتكر، يعني باجي ابص في الجدول كده لا العلاج ده انا ما خدتهوش كده فهاخده. فهل العلاج هياخد مني وقت لما اخده؟ يعني يكون الجدول ده بس ان هو يفكرني بالحاجات اللي انا ما كنتش حطاها اولوية في حياتي، واللي انا كنت دايما انساها، انشغل عنها. الضغط خلال اليوم بيخليني مشغولة عنها. تالت حاجة برضو من الحاجات اللي انا كنت يعني عايزة
اخليها اولويه في حياتي، وان انا ما انساهاش في خلال الضغط بتاعي اليوم، هي صله الرحم. بيبقى عندنا التليفون ومعانا ارقام بعض كلنا، وبعدين في الاخر انسى اسال على ناس مهمه جدا في حياتي، ولازم يعني اسال عليهم، ولازم اطمن عليهم. الاقي الناس بتفضل تتصل وتطمن عليا، وانا مثلا مقصره معاهم، واتكسف جدا ان مثلا في حد مهم جدا يتصل، او حد قريب مني جدا، اخواتي مثلا يتصلوا دايما هم بيا، ويجي انا يعني لو ما اتصلوش فترة الاقيني انا ما اتصلش. فبيبقى مثلا بتلاقي نفسك مشغولة. فعملت حطيت صلة الرحم في الجدول ده، وبقيت ابص انا اتصلت بمين النهاردة. ليا صاحبة من زمان ما كلمتهاش. الناس اللي دايما بيسألوا عننا وانا ما بسألش عنهم، لا بقيت اشوف انا كلمت مين، وابدأ افكر انا مين اللي ما كلمتوش من فترة كبيرة، مين اللي مثلا حد كان بيسأل عليا وبقاله فترة ما بيتصلش، لا لازم اتصل واطمن عليه. ولاد عمي، اي حد مثلا يعني علاقتنا مثلا ببعض كويسة، ولازم ان انا اطمن عليهم. فبدأت اخد بالي من النقطة دي. بعد كده الرياضة، انا لازم العب مثلا رياضة. مش لازم ان انا اروح الجيم عشان العب رياضة هناك، لا يعني اتعلم رياضة، ان انا وفي برامج كتير دلوقتي واليوتيوب مليان، اتعلم في رياضة كده كل يوم ربع ساعة بس في البيت كده. حاجة تنشطني، وحاجة تخلي الدورة الدموية كده تجري في الجسم. وكمان صحيا لازم ادور على صحتي، واي حاجة اللي هي هتفيد صحتي لازم ان انا اعملها. فلو انت مثلا مش بتلعبي رياضة وعايزة بقى تبدأي، اكتبي ده من ضمن الخطة بتاعتك. فكلها حاجات مش هتاخد وقت، بس ان احنا بنخليها الاولوية في حياتنا، والجدول ده هيخليكي ان انت ما تنسيش الكلام ده. طيب في ايه تاني؟ في ان انت تقعدي مع اولادك. في حاجات لما بنيجي نعملها كده بتبقى عبارة عن بنى، يعني طوب، بتبني طوبة ورا طوبة ورا طوبة علشان تقدري تبني بيت. الحاجات دي مش بتتبني بين يوم وليلة، الحاجات دي بتبقى تراكمات ورا بعضها. النهاردة كلمة حلوة، بكرة بيبقى فيه حضن، بعده بيبقى فيه قعدة بعده. فالحاجات دي كل يوم عن يوم بتزيد، وبتخلي الأسرة بيبقى فيه ترابط بينها وبين بعض. فالأسرة لازم يكون ليكي دور كل يوم، حاجة كده انت بتعمليها مع أولادك، حتى لو هتحضنيهم بس، يعني حتى لو هتحكي حدوتة قبل النوم، حتى لو هتتفرجوا مع بعض على حاجة في التلفزيون، لو هتتكلموا مع بعض حتى لو نص ساعة. فلازم يكون ليكي دور في الموضوع ده، لو هتلعبي انت وولادك شوية يعني. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي لازم تحطيها في حياتك، لو انتي مقصرة فيها تحطيها في الجدول، وتشوفي كل يوم هتعملي ايه. النهاردة انتي عملتي ايه؟ لا ايه ده عدى يومين 3 انتي ما عملتيش فيهم حاجة خالص، ما قعدتيش مع اولادك خالص. لا تحاولي ان انتي تراجعي نفسك، تحاولي ان انتي تاخدي بالك. فالجدول ده هيخليك ان انتي تاخدي بالك من حاجة زي كده. بعد كده نتكلم مثلا عن الرعاية الذاتية، ان انتي تشوفي بقى نفسك، اهتمامك بنفسك. يعني هتعملي ايه لنفسك النهاردة؟ مش لازم ان انا كل يوم، برضو في الجدول ده انت ممكن تخلي حاجة واحدة بس تعملها في خلال الاسبوع، حاجتين 2 في خلال الاسبوع، لكن ما ينفعش ان انت تسيبي نفسك كده. الجدول ده بيخلينا نحط حاجات تبقى أولوية في حياتنا. فلازم ان انا احط أولوية لنفسي انا كمان، زي ما انا عايزة ولادي يبقوا علاقتي بيهم كويسة، وبدور على صلة الرحم، وبدور على الرياضة، وبدور على كذا وكذا. لازم ادور على نفسي كمان، لازم اهتم بنفسي، اهتم ببشرتي، اهتم اشوف احتياجاتي. انا محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اقعد شويه في هدوء، محتاجه ان انا اشرب حاجه، محتاجه ان انا اهتم ببشرتي، اروح مكان هعمل حاجه، اعمل باديكير، اعمل كل الحاجات دي. لازم ان انا اهتم بنفسي، واهتم ان انا انثى، ان انا اخلي نفسي دايما منوره، وان انا مش لازم ان انا اهلك نفسي في البيت وبس، وان انا كل مسؤوليتي طبيخ وغسيل ومواعين والكلام ده. لا، المفروض ان انا كل ما هتهتمي بنفسك كل ما هتقدري ان انتي تواصلي، وان انتي ما تزهقيش وما تمليش. فالحاجات دي كلها
دول الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم ان احنا نحطها اولوية في حياتنا. طبعا في حاجات اكتر من كده بكتير، بس انا بقول لكم يعني الفكرة هي ايه. الفكرة ان انتي تحطي جدول لنفسك، كل واحد الحاجات اللي هو يعني هيحطها لنفسه هتبقى مختلفة عن بني ادم تاني. في ناس هتلاقيها بتحط حاجات اهم من كده واعمق من كده بكتير، انا عارفة. وفي ستات شاطرة مش مقصرين في كل الكلام اللي انا بقوله ده، هيحطوا حاجات احسن من كده وهيركزوا على نقط اهم من كده. وفي ناس كانوا تايهين زي كده وحاسين بالتقصير اتجاه نفسهم، كل يوم يقولوا بكره هعمل، بكره هتصل، بكره هروح، بكره هقعد مع ولادي، بكره ههتم بنفسي. لا، الجدول ده لو عملتيه هيساعدك جدا ان شاء الله. يا رب النهارده الفيديو يكون فاتكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.